شغلتنا يا صديقي تظبيط الافلام لحضرتك عشان تطلع جميلة وزي الفل، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الاول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك وتعالى يلا نشوف الفيلم. بيبدأ فيلمنا يا صديقي مع شاب هندي واللي اسمه رضوان خان واللي بيعاني من متلازمة التوحد، ولما كان قاعد في مطار من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية وكان متوجه لمدينة واشنطن، كانت المفاجأة إنهم بيوقفوا للتفتيش وكمان بيتفتش تفتيش ذاتي بواسطة شرطة المطار، وكل ده كان بسبب اسمه وشكله اللي بيدي كده على آسيوي. ولما سألوه عن سبب سفره قال لهم إنه جاي عشان يقابل الرئيس علشان يقول له إن هو مسلم وإن هو مش إرهابي. ولما الشرطة بتتأكد من أوراق رضوان وإنها سليمة بيفرجوا عنه على طول وبيسافر بعد كده لواشنطن. ولما بيكون رضوان قاعد في محطة الأتوبيس بيطلع مفكرة صغيرة من جيبه عشان يكتب فيها اللي حصل معاه، وهنا بيفتكر بقى طفولته وأيام ما كان صغير. وبطريقة الفلاش باك واللي بنرجع بيها بالأحداث لورا افتكر لما كان طفل صغير وكان عمره ما يكملش 10 سنين وإنه مصاب بمتلازمة سبرجرز اللي بتخليه يخاف من أي مكان فيه دوشة وكمان من الأماكن الجديدة واللون الأصفر، وما كانش بيفهم أي حاجة فيها وصف أو جمل مجازية، يعني ملوش في الحوارات وبيفهم الكلام المباشر وبس. على الرغم من كده كان بيبان عليه علامات الذكاء الشديد وانه يقدر يوجد حل لاي حاجه. امه كانت بترعاه واخدته لمدرس عشان ينمي قدراته ويعلمه لانه ما كانش بيقدر يتعامل او يندمج مع زمايله في المدرسه، وكمان زمايله كانوا بيسخروا منه وبيتريقوا عليه. الولد بدا يبان عليه التقدم في الدراسه كويس قوي وكمان بيخترع وبيبتكر حل عشان يصرف بيه الميه الكتيره اللي كانت متخزنه قدام بيت المدرس بتاعه واي جهاز كان بيحاول يصلحه. وكمان رضوان بيبقى محترف تصليح اي جهاز وهو في شبابه، وعشان طيبته وجدعنته فالقريه كلها بتحبه وعشان كمان هو بيساعدهم على طول. الاحداث بتمر بسرعه وبتموت ام رضوان وبعدها بينتقل للمعيشه مع اخوه زاكر اللي عايش في امريكا هو وزوجته. بعدها زاكر بيدور له على شغل معاه في الشركه اللي شغال فيها وبيتعين رضوان مندوب مبيعات وبيلف بعدها على صالونات التجميل اللي موجوده في المدينه. وفي صالون تجميل بيقابل البنت الهندوسيه منديرة بتغير حياه رضوان وبتقلبها راسا على عقب. بيتعلق بيها وبيحبها رضوان قوي وبيتجوزها رغم معارضه اخوه زاكر عشان هي بنت هندوسيه، لكنه بيفتكر كلام امه وحكمتها لما قالت له مفيش فرق بين مسلم وهندوسي، الفرق بس بين الخير وبين الشر. وبص المنديرة وحبها على الاساس ده وعاش معاها هي وسام ابنها في بيتها واللي اتعلق برضوان قوي لدرجه ان الولد الصغير غير لقبه المسلم خان. فضل خان ومنديرة وابنها عايشين مع بعض حياه كلها حب وحنان وسعاده لحد ما تم قصف مبنى التجاره العالمي في احداث 11 سبتمبر، وهنا بدات تنتشر روح التعصب ضد المسلمين. منديرة بتنطرد من شغلها وكمان مرات زاكر اخوه بتتعرض للتحرش وخلع الحجاب. كمان الاعلام الامريكي بيكشف عن نواياه وبيهاجم المسلمين، فبيحصل كده حاله من التعبئه السلبيه ضدهم. وهنا بيتعرض خان الصغير ابن منديرة للضرب الشديد من شويه طلبه متعصبين في المدرسه لدرجه انهم بينهوا حياته. منديرة بترجع تعاتب رضوان وبتقول له انه كان السبب في موت ابنها وبتروح طرداه من بيتها وبتقول له لو ما كنتش اتجوزتك ولو سام ما كانش غير اسمه الخان كان زمانه عايش معايا دلوقتي. وراحت قايله له زي ما بيقول الامريكان انت مسلم والمسلمين ارهابيين. فرد عليها خان وقال لها لا انا مش ارهابي. فبتزعق له وبتقول له خلاص روح لامريكا كلها وقول لهم ان انت مسلم ومش ارهابي، روح قول لرئيس امريكا كمان ان انت اسمك رضوان خان وانك مش ارهابي. بيرد عليها رضوان بطيبته المعهوده ويقول لها لو رحت وقلت له كده ترجعيني البيت واعيش معاكي تاني؟ بتجاوبه وهي منهاره ومتضايقه ايوه ساعتها هرجعك امشي من قدامي دلوقتي. ما تنسوش ان رضوان ما بيفهمش غير الكلام المباشر وبس، فمش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. وفعلا رضوان بياخد الكلام بجد وبيروح عشان يقابل رئيس امريكا وبتبدا رحلته. ساعتها عارف ان الرئيس الامريكي هيقول خطابه في ولايه جورجيا، فبيروح وراه وبيبقى وسط الناس وبينادي على الرئيس بصوت عالي وبيقول له انا اسمي خان وانا مش ارهابي. الشرطه بتشتبه فيه على طول وبيقبضوا عليه وبيعذبوه. وفي المفكره اللي معاه بيكتب رساله لمنديرة وللعالم انه بريء، وبيقول لها كمان انهم على الرغم من انهم ملبسينه شورت بس انا بصلي برضه، واكتر حاجه مزعلاه انه بس مش عارف مواعيد الصلاه، وعلى الرغم من كده برضه بيصلي. وبطبطه المعهوده وهم بيعذبوه بيغيروا درجه حراره التكييف بين السخن والبارد. قال لها منديرة انا مش عارف ليه هم مش عاوزيني اصلح لهم التكييف، لانه ببساطه ما كانش يعرف اللي بيحصل حواليه وان ده كان مقصود يتعمل معاه. بعدها بيتم الافراج عن خان بعد ما 2 من الاعلاميين بيتعاطفوا معاه وبيعرضوا قضيته على الراي العام واللي ضغط على الشرطه وخرجوه. بعدها رضوان بيقعد في الولايه دي وبيتعرف على الست الطيبه ماما جيني وابنها الصغير، وبيبدا يصلح لها اي جهاز عندها او عند اي حد من اهل القريه. عشان كده ولطبته بيحبوه وبيتعلقوا بيه لكنه بيسيبهم وبيمشي. بعدها بيسمع ان في اعصار في
الولايه ومنها القريه اللي فيها ماما جيني، فبيروح عشان ينقذهم. وكل الناس بتحكي عن بطولات خان المسلم وانه لوحده ساعدهم، فبيجي الناس كلهم مسلمين ومسيحيين وغيرهم عشان يساعدوا اهل القريه المنكوبين. طبعا الاعلام في الوقت ده بيتكلم عن خان وعن بطولاته، وبيسمع عنه الرئيس الامريكي فبيطلب يقابل خان. بيقف رئيس امريكا وبيروح له خان وبيقول له ان اسمه خان وانه مش ارهابي، وطبعا منديره وراه. فبيكلمها الرئيس الامريكي ويعزيها في وفاه ابنها بناء على الاحداث اللي حصلت. وبكده قدر الشاب الهندي المتوحد انه يغير نظره العالم للانسان المسلم، على الرغم من وجود اساليب وطرق كتيره تعمل ده، بس بينجح فيه رضوان خان. وبكده بينتهي فيلمنا. ربنا ما يحرمنا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ب50,000 لايك هنزل لك الجديد.